نفى فوزي القجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية أن تكون للحكومة أي نية لرفع الدعم المخصص لغاز البوتان والسكر والدقيق من خلال صندوق المقاصة. وفي إطار ما قال أنه تفنيد للشائعات، قال الوزير اليوم الاثنين خلال جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب أن الحكومة مستمرة في دعم هذه المواد كما هو وارد في مشروع قانون المالية 2023، حيث خصصت الحكومة 26 مليار درهم لصندوق المقاصة. وكشف نفس السؤال أن الاعتمادات المالية المخصصة لصندوق المقاصة ارتفعت خلال هذه السنة لتبلغ 40 مليار درهم، منها 25 مليار درهم موجهة لدعم الدقيق والسكر والغاز والسكر، و10 مليارات درهم مخصصة لدعم استيراد الحبوب، في حين تم صرف 5 مليارات لدعم مهني النقل جراء ارتفاع أسعار المحروقات.